بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إزاي أهتم بزوجي وأخليه يشوفني أجمل ست في الدنيا؟ في ناس كتير بتفتكر إن سر نجاح العلاقة الزوجية هو الجمال بس، لكن الحقيقة إن الجمال جزء صغير من الصورة. الراجل بيحب يحس بالراحة والاهتمام والتقدير قبل أي حاجة تانية، ومفيش ست تقدر تمنع أي إنسان من إنه ينظر لغيره بشكل مطلق، لكن تقدري تبني علاقة قوية تخلي زوجها متعلق بيها ومكتفي بيها عاطفيا ونفسيا. ابدأي بنفسك، اهتم بنظافتك الشخصية وشكلك وملابسك حتى داخل البيت. مش لازم تكوني متكلفة طول الوقت، لكن خلي فيه اهتمام دائم بنفسك. لما الزوج يرجع البيت ويلاقي زوجته مهتمة بنفسها، ده بيدي رسالة انها ما زالت حريصة عليه وعلى علاقتها بيه. اسمعيه لما يتكلم. كتير من الازواج بيدوروا على حد يفهمهم ويقدرهم. اسأليه عن يومه، عن شغله، عن احلامه ومشاكله. خليه يحس ان بيته هو المكان اللي يلاقي فيه الراحة بعد تعب اليوم. التقدير مهم جدا. كلمة شكرا او ربنا يبارك لك او انا فخورة بيك ممكن تعمل فرق كبير. الانسان بطبيعته يحب التقدير، ولما يلاقيه في بيته بيكون اكثر ارتباطا باسرته. حافظي على الاحترام وقت الخلاف. الاختلاف طبيعي بين اي زوجين، لكن طريقة التعامل هي اللي بتحدد قوة العلاقة. حاولي تتجنبي الإهانة أو التقليل من شأنه وقت الغضب، لأن الجروح المعنوية بتفضل فترة طويلة. اعملي مفاجآت بسيطة من وقت للتاني، أكلة بيحبها، رسالة لطيفة، كلمة أو قعدة هادية تتكلموا فيها. الحاجات الصغيرة دي بتجدد المشاعر باستمرار. اهتم بنفسك من الداخل كمان، مش بالشكل بس. طوري شخصيتك، اتعلمي حاجات جديدة، اقرأي وحققي أهدافك. الزوج غالبا بينجذب للمرأة اللي عندها شخصية وروح وطموح بجانب جمالها. وما تنسيش الدعاء. ادعي ربنا دايما ان يؤلف بين قلوبكم ويجعل بينكم المودة والرحمة ويحفظ بيتكم من كل سوء. عاوزاكي تكوني بالنسبة لجوزك راحة، مش مجرد زوجة. الراجل طول اليوم بيتعامل مع ضغوط ومسؤوليات ومشاكل، ولما يرجع البيت بيدور على مكان يهديه، مش مكان يزود عليه الحمل. وده مش معناه ان الزوجة تسكت عن حقوقها او مشاكلها، لكن معناه اختيار الوقت والطريقة المناسبة للكلام. حاولي تخلي استقبال زوجك ليه طابع مختلف. استقبليه بابتسامة، بكلمة حلوة، بإحساس انه شخص مهم في البيت. احيانا كلمة بسيطة زي حمدلله على سلامتك بتفرق اكتر من حاجات كتير. ومن الحاجات المهمة جدا انك تعرفي لغة الحب اللي بيفهمها زوجك. في راجل بيحب الكلام الجميل، وفيه اللي بيحب الاهتمام، وفيه اللي بيحب قضاء الوقت مع زوجته، وفيه اللي بيحب التقدير والدعم. لما تعرفي ايه اللي بيسعده فعلا هتقدري توصلي لقلبه بسهولة اكبر. حافظي على اسرار بيتك. المشاكل الزوجية لما تخرج لكل الناس غالبا بتكبر اكتر. خلي بينكم مساحة خاصة تحافظ على خصوصية العلاقة وقيمتها. كمان حاولي تكوني مصدر طاقة إيجابية. مش لازم الحياة تكون مثالية، لكن كترة الشكوى والانتقاد المستمر بتخلي أي شخص يهرب نفسيا. التوازن مهم. عبري عن احتياجاتك، لكن كمان شاركيه اللحظات الجميلة والضحك والذكريات الحلوة. واهتم بنفسك عشانك أولا، ثم لعلاقتك. المرأة الواثقة من نفسها المهتمة بصحتها وشخصيتها وأهدافها بيكون عندها جاذبية خاصة. الجمال مش بس ملامح، الجمال كمان في الروح والكلام والثقة والابتسامة. وتذكري دايما ان الحب بيحتاج تجديد.
ما تفكريش ان المشاعر هتفضل قوية لوحدها من غير مجهود. كلمة حب، رسالة لطيفة، دعوة صادقة، اهتمام صغير، كل دي أشياء بسيطة لكنها بتبني علاقة كبيرة مع الوقت. وأهم حاجة خلي بينكم صداقة. الزوج اللي يعتبر زوجته أقرب إنسانة ليه ويقدر يحكي لها كل حاجة. هنتكلم عن أخطاء صغيرة جدا لكن تأثيرها على العلاقة الزوجية ممكن يكون كبير مع الوقت. أول خطأ إن الزوجة تتعود على وجود زوجها لدرجة إنها تبطل تعبر عن تقديرها ليه. في بداية الزواج بنشكر على كل حاجة، وبعد سنين ممكن نعتبر كل شيء واجب وخلاص. لكن الحقيقة إن الإنسان مهما كبر أو اشتغل أو تحمل مسؤوليات بيظل محتاج يسمع كلمة تقدير. تاني خطأ هو التركيز على العيوب. لو كل كلامك ملاحظات وانتقادات حتى لو كانت صحيحة هيبدأ يشعر انه غير قادر. حاولي توازني بين النصيحة والتشجيع وبين الملاحظة والكلمة الحلوة. تالت خطأ هو إهمال العلاقة بسبب الانشغال بالأولاد أو البيت. طبعا الأولاد مسؤولية كبيرة لكن لازم يفضل فيه وقت ولو بسيط للزوجين. العلاقة الزوجية هي أساس الأسرة كلها، وكل ما كانت قوية انعكس ده على البيت كله. ومن الأخطاء كمان المقارنة. ما تقارنيش زوجك بحد تاني، لا قريب ولا صديق ولا زوج تشوفيه على السوشيال ميديا. كل إنسان ليه ظروفه وقدراته، والمقارنة غالبا بتخلق إحساس بالظلم وعدم الرضا. كمان حاولي تحافظي على لغة الاحترام حتى وقت الخلاف. ساعات الغضب بتعدي لكن الكلمات الجارحة ممكن تفضل في القلب سنين. اتكلمي عن المشكلة نفسها مش عن شخصه أو قيمته. ومن الحاجات اللي بتقوي العلاقة جدا إنك تدعميه في أحلامه وطموحه. لما يشعر إنه زوجته مؤمنة بيه وبتشجعه بيكون ارتباطه بيها أعمق وأقوى. وفي المقابل ما تنسيش نفسك. الاهتمام بالزوج لا يعني إلغاء شخصيتك أو احتياجاتك. العلاقة الصحيحة هي اللي فيها اهتمام متبادل واحترام متبادل، وكل طرف يساعد الآخر يكون أفضل. ورسالة مهمة، مفيش إنسانة تقدر تضمن تصرفات شخص آخر أو تتحكم فيها بالكامل، لكن تقدري تبني بيت فيه حب ومودة واحترام واهتمام. ولما العلاقة تكون قوية بيكون بينكم رابط أكبر من مجرد الشكل أو الظروف. وبعد فترة من الزواج كتير من الأزواج بيدخلوا في دايرة الروتين، نفس الأيام، نفس المسؤوليات، نفس الضغوط. ومش معنى كده إن الحب انتهى، لكن معناه إن الحب محتاج يتجدد ويتسقي زي أي زرعة جميلة. أول سر من أسرار تجديد الحب هو إنك ترجعي تهتمي بالتفاصيل الصغيرة. افتكري الحاجات اللي كانت بتفرحه في بداية العلاقة، كلمة حلوة، رسالة مفاجأة، دعوة صادقة، أو حتى سؤال بسيط ازيك النهاردة. الحاجات الصغيرة دي بتوصل للقلب أسرع مما نتخيل. السر التاني هو انك تخلقي ذكريات جديدة معاه. ما تخليش كل كلامك عن المصاريف والأولاد والمسؤوليات بس. اتكلموا عن أحلامكم، عن الذكريات الحلوة، عن الحاجات اللي نفسكم تعملوها في المستقبل. العلاقات بتضعف لما الحياة تتحول كلها لواجبات. السر الثالث هو الاهتمام بالمظهر بدون مبالغة، مش علشان حد تاني لكن علشان نفسك وثقتك بنفسك. لما الست تشعر انها جميلة او واثقة من نفسها ده بيظهر في كلامها وطريقتها وحضورها. كمان حاولي تضحكي معاها اكتر. الضحك بيقرب القلوب بشكل كبير. مش لازم كل الجلسات تكون جدية ومليانة مشاكل. احيانا لحظة ضحك صادقة
بتزيل توتر أيام كاملة. ومن أهم الأسرار إنك تظهري امتنانك لوجوده في حياتك. قوليله أحيانا إنك مقدرة تعبه ومجهوده. الإنسان بطبيعته يميل للشخص اللي بيشعره بقيمته. ولو حصلت بينكم خلافات قديمة، حاولي ما تفتحيش الملفات القديمة كل شوية. كل مرة نستدعي فيها أخطاء الماضي بنرجع وجع انتهى. التركيز على الحاضر والمستقبل بيساعد العلاقة إنها تنمو بدل ما تفضل واقفة مكانها. وما تنسيش الدعاء. من أجمل الهدايا اللي ممكن تقدميها لزوجك إنك تدعيله بالرزق والتوفيق والهداية والسعادة. أحيانا دعوة صادقة من القلب بتكون أعظم من أي هدية. وهنتكلم عن العادات اليومية الصغيرة اللي ممكن تغير شكل العلاقة الزوجية بالكامل. لأن الحقيقة إن الحب مش بيتبني بالمواقف الكبيرة بس، لكنه بيتبني من تصرفات بسيطة بتتكرر كل يوم. أول عادة مهمة جدا هي استقبال زوجك بوجه بشوش. مهما كانت مسؤوليات الحياة وضغوطها، حاولي يكون أول شيء يشوفه منك هو الابتسامة. الابتسامة رسالة غير مباشرة بتقوله أنا سعيدة بوجودك. تاني عادة هي الاهتمام بالكلام. اختاري كلماتك بعناية، لأن الكلمة الطيبة بتعيش في القلب، والكلمة الجارحة أحيانا بتفضل سنين. حاولي يكون أسلوبك هادي ومحترم حتى وقت الاختلاف. تالت عادة هي الدعاء. ادعيله وهو مش موجود. ادعيله بالرزق والصحة والنجاح والهداية. لما يكون في قلبك حب حقيقي هيظهر في دعواتك قبل كلامك. رابع عادة هي تخصيص وقت يومي ليه، حتى لو 10 دقايق بس بعيدا عن الموبايل والتلفزيون وكل المشتتات. 10 دقايق من الاهتمام الحقيقي ممكن يكونوا أهم من ساعات من الوجود بدون تواصل. خامس عادة هي إظهار التقدير باستمرار. ما تنتظريش مناسبة علشان تشكريه. لو عمل حاجة بسيطة اشكريه. لو تعب علشان البيت قدري مجهوده. التقدير بيزيد المحبة بين الزوجين. سادس عادة هي الاهتمام بنفسك. اهتم بصحتك ونفسيتك وشكلك وثقافتك. المرأة اللي بتطور نفسها باستمرار بيكون عندها حضور مختلف وجاذبية خاصة. وسابع عادة هي الحفاظ على الأسرار والمواقف الخاصة بينكم. كل ما زادت الخصوصية بين الزوجين زادت قوة العلاقة والأمان فيها. مش مطلوب منك تكون مثالية، لأن مفيش إنسان كامل. المطلوب إنك تكوني صادقة في حبك، حريصة على بيتك، وتسعي كل يوم إن العلاقة تكون أفضل من امبارح. أحيانا تصرف بسيط نابع من القلب بيكون أقوى من 1000 كلمة.